ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل اشهر طبق مكرونة في مصر، مكرونة انسجام. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. انا عارفة ان ناس كتير عارفينها او معظم كل الناس عارفينها، بس اللي مش عارفها هي مكرونة بتتعمل بصلصة تقيلة كده لونها غامق وطعمها مختلف وطعمها لذيذ قوي. تعالوا نشوف عملناها ازاي، زي المحل بالظبط، مش هتحسوا بأي فرق. تعالوا نشوف. هنجيب طاسة ونسخن فيها شوية زيت ونبتدي ننزل عليهم ببصل متقطع جوليان أو شرايح، وبعدين هنبتدي نحمره زي بصل الكشري بالظبط. أنا عايزاه ياخد اللون البني الغامق بتاع الكشري اللي بنعمله للكشري. وأنا هنا عملت البصل، ما حطيتش عليه ولا دقيق ولا نشا ولا أي حاجة، أنا هحمره بس وبعدين نشيله. هو ده سر الطعم بتاع وصفتنا النهاردة، أو سر طعم الصلصة بتاعة المكرونة دي بالذات، أو المكرونات اللي بتتباع في محلات الكشري. ده سر الصلصة بتاعتها، هي ما بتبقاش نفس صلصة الكشري، هي ليها الصلصة دي مخصوص، والسر هو بصل الكشري دوت. وتعالوا نشوف بيحطوه ازاي على المكرونة وازاي بيعملوه على الصلصة. بعد ما طلعنا البصل كله من الزيت، هبتدي في نفس حلة اللي فيها الزيت هبتدي اجيب معلقتين كبار او 3 معالق كبار سكر واضيفهم على الزيت. وما تقلقوش، هيسيح عادي بمنتهى السهولة مع الزيت. سخونية الزيت اهو ابتدى عندي يديني لون الكراميل كده. لما هتقلبيه بالمعلقة هتحسي ان هو ساح، ما بقاش فيه حبيبات سكر خالص. هنا بعد ما السكر داب هكون مجهزة معلقتين كبار صلصة، الصلصة بتاعت بره، وهبتدي اضيفهم على الزيت. وخلي بالك وانتي بتشتغلي عشان لما بنضيف الصلصة الزيت بيغلي جامد، وما يكونش فيه اطفال جنبك واحنا شغالين. وهنا في الخطوة دي هنبتدي نضيف صلصة طماطم عادية أو عصير طماطم معصور في البيت عادي، صلصة طماطم اللي متسبكة أو عصير طماطم عصرينه ومصفيينه، هضيفه على الخليط بتاع الصلصة والزيت والسكر اللي عندنا. هنقلب مكونات الصلصة كلها مع بعض عشان يختلطوا كويس قوي، ونبتدي نضيف التوابل بتاعتنا. النهاردة هنحتاج فلفل اسود، وهنحتاج كمون، وكمان بابريكا، وهنحتاج معلقة توم باودر، وهنحط الملح بتاعنا. ممكن في الخطوة دي نضيف شطة عادي، بس لو عندك أطفال أو ناس ما بتحبهاش خلي الشطة طبق جانبي أفضل. على ما الصلصة بتاعتي تتسبك كويس هبتدي اخد كده من الزيت بتاع الصلصة كبشتين 3 كده واركنهم على جنب، عشان هنعمل بيهم شطة الزيت بتاعة المكرونات وبتاعة محلات الكشري والمكرونة بتاعة بره. وهنا ده بصل الكشري بعد ما فرمناه كويس قوي ونعمناه في الكبة، وهنبتدي نضيفه على الصلصة بتاعتنا. وهتبتدي تشوفي شكل الصلصة ولونها وقوامها وطعمها، كل حاجة فيها اتغيرت. وهو بجد ده المكون السري في الوصفة دي وفي الخلطة دي بتاع سر الصلصة بتاعت المكرونات بره اللي في محلات الكشري وفي المطاعم عامة اللي هي المطاعم الشعبية. شايفين شكل الصلصة بقى عامل ازاي لما ضفنا البصل؟ لونها اتغير وقوامها اتغير، وكمان ريحتها وطعمها حلو قوي. جربوها مرة، بجد هي انضف من بره. احنا مش عارفين بره الصلصة اللي مستخدمينها عاملة ازاي، وانضف في البيت طبعا. فحاولوا تجربوها كده، هتعجب الولاد قوي.
على ما الصلصة بتاعتي تتسبك وتتقل شوية هبتدي أسلق المكرونة، ونوع المكرونة ده بنحتاج له مكرونة اسباجيتي ومكرونة صغيرة خالص اللي هي أصغر نوع مكرونة اللي هي بتاعة الكشري، اسمها مكرونة مرمرية. هبتدي أحطهم، وهنا يفضل إن المكرونة الاسباجيتي تبقى كميتها مثلا نص كمية المكرونة الصغيرة. على ما المكرونة بتاعتي تتسلق هنبتدي نعمل الشطة اللي هي بتبقى جنب المكرونة وجنب الكشري بتاعت بره، مش الشطة العادية، لا هنعمل شطة الزيت اللي بتبقى في محلات الكشري بره. هنضيف الزيت اللي احنا كنا شايلينه من الصلصة بتاعتنا وهحطه يسيبه يسخن شوية، وبعدين اضيف عليه معلقتين كبار شطة، وعلى نار هادية كده ابتدي اقلب الشطة مع الزيت كويس قوي لحد ما الشطة تخرج كل النكهة والطعم بتاعها، والزيت يبقى هو نفسه طعمه شطة. ده شكل شطة الزيت بتاعتنا، انا صفيتها عشان انا خلاص هبقى محتاجة الزيت بس مش الشطة. وده شكل صلصة المكرونة الانسجام اللي الناس كلها بتحبها وبتقف عليها طوابير، معروفة قوي، أكلة شعبية جميلة وحرشة كده وتغيير بين اللحمة والفراخ، وطعمها جميل جدا جدا، مش هيفرقوها بجد عن بره، وأنضف طبعا. كده مكونات وصفتنا النهاردة جهزت، المكرونة اتسلقت والصلصة اتسبكت وكمان عملنا الشطة. دلوقتي هنبتدي نحطهم في طبق التقديم، وبألف هنا وشفا عليكم. جربوها، الوصفة دي هتعجبكم قوي، وما تقلقوش البصل طعمه مش بيمرر في الصلصة خالص، ومش باين في الصلصة. لو حد ما بيحبش طعم الصلصة البصل يبقى قوي، هو مش باين، هو خلاص داب اوريدي في الصلصة. طعمها وريحتها جميلة جدا جدا، وزي بتاعت بره بالظبط، مش هتحسوا بأي فرق يعني بنسبة كبيرة جدا. أتمنى تعجبكم، أتمنى الفيديو يكون عجبكم خفيف عليكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وكومنت واشتراك وتفعلوا الجرس، هتوصلكم كل فيديوهاتنا الجديدة. بحبكم وسلام عليكم.